الفلسطيني قاعد في العراق، يعني اطفال ما بيصعبش عليهم، اطفال اللي احنا بنشوفهم مش لاقيين ياكلوا، اللي هم فيه المرض والوباء اللي ممكن من قله الاكل، من قله النوم، من قله العيش. فانا لو ما حسيتش كبني ادم يبقى انا ماليش لازمه ان انا اعيش، او اي بني ادم على وجه الارض ما حسش باللي بيحصل في فلسطين، بغض النظر عن هو مسلم مسيحي يهودي، يبقى مش بني ادم. يا جدعان محدش يقول لي انا مش مصدق العظمه والقوه والعزه اللي بتحصل دي. حسام حسن بعد ما رفع علم فلسطين، بعد ما فزنا على استراليا في قلب امريكا، وجه رساله ناريه للعالم، لدرجه في واحد من الناس بيقول عن كابتن حسام حسن: والله كنت انظر اليه بانه متعجرف، لكن بعد اللي قاله اقدم اعتذاري واحترامي وتقديري لكابتن حسام. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. اللي متفاجئ من كلام حسام حسن مدرب منتخب مصر واللي قاله في امريكا وهز العالم كله، عايز اقول لحضرتك باختصار، عايز اقول لك من 25 سنه حسام حسن شارك في برنامج من سيربح المليون، ولما المذيع ساله هتعمل ايه بالجائزه، قال بكل بساطه هتبرع بيها لاطفال غزه. قبل ما يكون هويتي ايه وديني ايه، او عربي ولا اجنبي ولا ايا كان. حسام مش بيحاول يعمل بطل، حسام اصلا بطل. اللي متابع ردود الفعل على كلام حسام حسن في المؤتمر الصحفي من قلب امريكا هيعرف قد ايه بقى منتخب مصر ترند عالمي، مش ترند مصري وعربي بس. رسالة من خلال كرة القدم، القوة الناعمة في العالم. أرجوكم كل الرياضيين وكل الإعلاميين بمختلف أديانتهم بمختلف دولهم، يمكن خلال كأس عالم نبعت رسالة: نرجوكم خلي الشعب الفلسطيني يعيش، هم مش عايزين حاجة، يعيشوا بس. قال لك اوروبا اللي بتقلب الدنيا على حقوق الحيوان ما تعرفش حقوق الانسان اللي نفسه يعيش في غزه. قال لك احنا مصر لا بنخاف ولا بنترعب من اسم اي منتخب، احنا كبار على اي حد. هتقول لي الارجنتين، هقول لك احنا مصر. هقول لك مصر كبيره واكبر من اي اسم، حتى لو عملت نتيجه سلبيه قدام الارجنتين مش هيكون ده بالسهل ولا هنكون صيده سهله. هنقول للعالم كله يعني ايه مصر ومين هي مصر. لا هنخاف ولا بنخاف ولا بنعرف الخوف، لا في الملعب ولا خارج الملعب، واللي ما يعرفش كده يبقى ما يعرفش مصر. لما يكون حضرتك احنا قاعدين في تكييف وقاعدين في قصور وقاعدين في شقق وعاملين الاكل قدامنا، واطفال وشعوب قاعده في خيام في الشتاء وفي الصيف والشمس، احنا لما تكون الشمس عندنا الدنيا حر بنبقى عايزين تكييف وعايزين نور، ولما يكون الدنيا شتاء عايزين بيت مقفول ودفايات وغطا. ردود الفعل العربية والغير العربية تجاه مصر ومنتخب مصر ومدرب منتخب مصر تخليك مش عايز حاجة تاني من كأس العالم. حسام حسن في 5 دقايق عمل اللي ما عملوش العرب على مدار السنين، وقال اللي ما قالوش العرب. حسام اللي خلاك بالمعنى الحرفي مش قلقان ولا خايف من اسم اي منتخب مهما كانت قوته وتاريخه. الشعب الفلسطيني قاعد في العراق، يعني اطفال ما بيصعبش عليهم، اطفال اللي احنا بنشوفهم مش لاقيين ياكلوا. حسام اللي بقيت قاعد مطمن بنسبه كبيره وانت هتلاعب الارجنتين بطله العالم لاكتر من مره. حسام حسن اللي رفع عندك سقف الطموح الشعبي لاقصى درجه. احنا اهل غزه ما بننسى وقفه حدا معنا حتى لو كانت بابسط الامور، وخلى الكل بعد المؤتمر ده يقول لك ايه البلد دي وايه المنتخب ده وايه المدرب ده. ودي الحقيقه، لو خسرت النهارده فانت في كل الاحوال بطل. في النهايه دي لعبه، بطل لانك واجهت العالم بقذارته، وبطل لانك ابن مصر. عندك مباراه مصريه كمان كام ساعه وبتتعرض لهجوم من اشباه النقاد الرياضيين. الكابتن والعميد حسام حسن رفع العلم الفلسطيني في اكبر المحافل الرياضيه، واحنا من غزه بندعي كل العالم وكل الجمهور انه يشجع مصر ضد الارجنتين ويرفعوا العلم الفلسطيني حتى في ساحات وقاعات التشجيع في كل انحاء العالم. تحيا مصر وتحيا فلسطين. حسام حسن وجه رسالة للعالم كله في مؤتمر صحفي عالمي يليق باسم مصر ويليق بمنتخب مصر وشعب مصر. الحلو بالمصريين انه وقت يكون اسم مصر بالدق، الغني والفقير والمشهور والانسان العادي الكل بيصير عنده هوية وحدة. حسام دافع وقال لما الحيوان بيتعرض للأذى بيدافع عنه بتوع حقوق الحيوان وحقوق الإنسان، ولو في فرد في العالم محسش ما يبقاش بني آدم، أيا كان عربي أو أوروبي أو أمريكي ومهما كانت ديانته، لو أنا ما حسيتش بيهم كبني آدم ما يبقاش ليا لازمة.
من ايام 67 وقت هبوا فنانين مصر لمساعده بلدهم بالنكبه، من ام كلثوم لحليم لاصغر فنان، كله بتلاقيه بده يقول لك انا مصري. يا رب راضيه واكرمه وفرحه وفرحنا معاه، فرح مصر يا رب وفرح الراجل ده لانه يستحق الفرحه، وحسام حسن يستحق الحلم اللي اجتهد عشانه. شفتوا كمان حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، اول شيء عمله ركض وحضن خيه واثنيناتهم انفجروا بالبكي، مش لانه ربحوا كاس العالم، لانه حسوا انه عملوا شيء لمصر. هيدا هو شعور الانتماء الحقيقي، لما نجاح الوطن يصير اهم من نجاح الفرد. والله أجمل حاجة في البطولة دي كلمات حسام حسن واللي قاله وعبر عنه بكل إحساس. تخيلوا حسام حسن بيقولها قدام ملايين الناس اللي عينيها على كاس العالم. حقيقي كلمات هزت قلوبنا وشرفتنا، ولا عزاء للجان والحاقدين. الكابتن حسام راجل وشرف بلده ورفعه لعلم فلسطين، وكلماته قبل ما تشرفنا في الكورة، ويا رب ينصره النهارده ويفرح قلوبنا وقلوبكم. التاريخ هيفضل متذكر حسام حسن طول العمر. شوف جبر بخاطر كام طفل يتيم هناك، ان لسه في ناس فاكراكوا. ابدع في ثانيه عشان يفتكرها التاريخ. قالها حسام حسن. حسام حسن قلب الدنيا في المؤتمر الصحفي في قلب امريكا. حسام قال خطبه سياسيه رجت الكون. حسام شاب عينيه ان رئيس الفيفا عامل حساب لترامب لدرجه منع حكم صومالي، ولدرجه الغاء قرار طرد لاعب امريكي بعد مكالمه تليفون. حسام حول مونديال كره القدم ولعبه وهزاره وفرفشه لذكرى، وقالها في وش الدنيا: من لا يشعر بمعاناة أهالينا لا يستحق أن يكون إنسان. حسام حسن الاسم اللي دخل المونديال مجرد مدرب كورة من ما بين 48 مدرب، وشاء الله أنه يتحول لرمز في قلب 400 مليون عربي.